تعالوا نفرزه مع بعض الفراولة. انا معايا هنا 2 كيلو فراولة، كنت جايبة الكيلو عامل 16 جنيه. طبعا لميتها رخيصة قمت رايحة جايبة 2 كيلو. هي طبعا بتتباع في السوق ب20 وب16، بس سعر 16 ده نادر بصراحة لما تلاقيها مع حد. المهم انا جبت 2 كيلو فورية ما شاء الله كبيرة كده وحلوة كده وما فيهاش حاجة الحمد لله يا رب ان هي تكون مثلا مستوية كده وبايظة. فهاخدها كده واروح اغسلها كده، اغسلها كويس جدا جدا. اهم عيدي واغسلي فيها تاني وكذا مرة تكرارا لحد ما تنضفيها كويس جدا الفراولة بتاعتك. بصوا انا غسلت الفراولة بتاعتي كويس وشلت اللي هي الحتة بتبقى الخضرا اللي هي بتبقى فوق هنا كده، زي ما انتوا شايفين كده غسلتها كلاتهم بنفس نفس الطريقة. وشلت الايه الحتة الخضرا بتاعتهم. هاخد كده كذا واحدة كده للأولاد في طبق كده واعطيه لهم، وابدأ بقى ايه نبدأ نخزنوها مع بعض. بصوا بقى، حابة تجيبي البلانشة وتبدأي تقطعي عليها الفراولة اللي انت حباه. حابة تمسكيها كده بالسكينة زي ما انا بعمل كده وتبدأي تقطعي الفراولية مثلا على 2 او على 3، على حسب حجم الفراولية في ايدك اللي انت شايفاه. انا بصراحة انا حسيت ان انا ايديا يعني ايه، بحس ان انا بعمل يعني لما تقطعي بايدك بحس ان انا بنجز بسرعة عن البلانشة. بحس لما بقعد اقطع البلانشة ان انا باخد وقت وكده. فيعني الواحد بيبقى في يوم ايام التفريزات ديت بيبقى عايز بصي اي حاجة ينجز بسرعة كده الوقت وكده. فأنا هامسك كده الفراولة اللي هي الصغيرة أقطعها على 2، الكبيرة مثلًا أعملها على 3 وهكذا. حابة تفرّزيها زي ما هي كده سليمة، في ناس بيفرّزوها سليمة، ما فيش مشكلة مش هيحصل لها حاجة، بس هي بس بتاخد مساحة في الفريزر. هي الفكرة بس إن أمّا تحطيها سليمة زي ما هي بتاخد مساحة معاكِ في الفريزر. عندِك اللهم بارك مساحة في الفريزر، الفريزر بتاعِك كبير فاضي وكده، خديها زي ما هي كده بعد ما تغسليها وتصفّيها من مَيّتها كويس. أهم حاجة بس تسيبيها تصفّيها من المَيّة، خديها زي ما هي وعبّيها بقى قسّميها في الأكياس بتاعتِك على قد المَرّة اللي هتعملي فيها العصير. بلاش تعمليها كيس كبير، وقومي جاية إيه حاطاه في الفريزر بقى زي ما هي. قطّعيها زي ما هي برضه، قطّعيها بقى مثلًا على 2 زي ما أنا عملت، وحطيها بقى إيه عبّيها في الأكياس. أنا هنا بقى إيه قسّمت الفراولة على الأكياس كده، على كل كيس يا دوبك على قد المَرّة اللي أنا هاطلّع أعمل فيها العصير. زائد إن أنا مثلًا اللي أنا مثلًا باحط على الفراولة لبن، وباحط لها موز وبنجر. فطبعًا يعني اعملي حسابهم برضه إن دُمّة بيضاعفوا معاكِ الكمية وكده، وطبعًا بيزوّدوا القيمة الغذائية وبيزوّدوا طعم كمان، بيدّي طعم الفراولة حلو أوي. بُصّوا بقى، أنا كده عملت الفراولة معايا عملت معايا 3 أكياس. هاحط إيه بقى معاهم عشان لمّا أطلّع الكيس يبقى جاهز معايا أحط عندهم عليهم بنجر. بنجر أنا عاملاه ومحطّاه مفرّزاه في الفريزر. أنتِ لو عندِك البنجر صابح هتجيبيه وتغسليه كويس وتقشّريه وتقطّعيه مكعبات بقى كده، وتحطّي بقى إيه كل مكعب كده على قد الفراولة. ما تكتّريش برضه عشان ما يغيّرش معاكِ لون الفراولة، يا دوبك كده مكعب على قد إيه العمل. لو كان عندي موز في الوقت ده كنت قشّرت موز وحطيته معاهم عشان يبقى الكيس يبقى كيس على بعضه إيه، يبقى كيس العصير بتاعي جاهز. أنا زي ما باقول لكم باحط على الفراولة موز ولبن وبنجر. وطبعًا مش باحط كل كمية لبن، يعني أنا بإيه باحط عليها مَيّة برضه. بيبقى حلو أوي، صدّقوا يعني لو أنتِ ما بتعملوش بالطريقة دي جرّبي تعمليها بالطريقة دي، تحطّي عليها موز وبنجر ولبن ومَيّة. بصراحة لو ما عندكيش لبن حطّي زبادي، طعمه جميل أوي، أوي. لو كان عندي موز حطّيه معاهم، قشّري الموز وحطّيه معاهم واربطي وتفرّغي الكيس من الهوا واربطيه، وحاولي تبطّطي الكيس كده معاكِ عشان ما ياخدش معاكِ مساحة في الفريزر. بُصّي هنا بقى أنا كنت مفرّزة جوافة حبّيت أورّيها لكم كده. أنا كنت جايباها ومقطّعاها برضه ومفرّزاها معاها الموز برضه، حاطّة الموز مع الجوافة. أنا باحط على الجوافة موز وليمون. ما كانش عندي ليمون يوميها فلازمًا فكان عندي موز، فحطيت الموز مع الجوافة. لو كان عندي ليمون كنت حطيت الجوافة وموز وليمون مع بعض في كل كيسة فيها إيه الحاجة بتاعتها. كده دي اللهم بارك الكمية اللي أنا مفرزاها كلّاتها من الفراولة والجوافة عندي في الفريزر، مش عندي تاني غير دُمّة. باقول لكم هنا إن ديّة يعني استغلّي أكياس التلاجة اللي بتبقى نضيفة، اللي بتبقى جايبة مثلًا فيها بقوليات والّا حاجة. أنا باعيد استخدامها تاني وبافرّز فيها برضه، مش هتخسّر معايا يعني ومش وحشة، ده هي بتبقى بالعكس بتبقى نضيفة. يعني هي جواها مطرحة مثلًا مكرونة مثلًا، فاهمين؟ فأنا كده اللهم بارك معايا 5 أكياس من الجوافة و4 من الفراولة حلوين أوي. زائد بقى أنا بإيه بكل واحدة يعني الجوافة أحط ناقص لها ليمون والفراولة ناقص لها موز. قولوا لي بقى اكتبوا لي كده في التعليقات أنتم فرّزتوا إيه وعملتوا إيه في التفريزات ووصلتوا لإيه، وهل بدأتوا في تنضيفات رمضان والّا لسه؟ عرّفوني كده واكتبوا لي في التعليقات. ما تنسوش تشتركي عندي في القناة، تدعموني وتاخدي جولة في القناة بإذن الله تطلعي تستفادي منها بأي حاجة. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.